دير السيدة العذراء السوريان، برية شهيد، وادي النطرون بيقدم فكرة عن المجوس. يا ترى مين هم المجوس؟ كلمة مجوس معناها المتأملون أو المتبصرون، يعني الناس اللي مشهورين بالتأمل في الفلك وفي السماء وفي النجوم، وهم كانوا مشهورين بالحكمة والعلم والمعرفة والقدرة على البحث والتفسير. كانوا كمان مشهورين بالفلسفة وعلم الفلك والأجرام السمائية. سفر دانيال بيقول لنا إن الملك نبوخذ نصر اختار دانيال رئيس للمجوس في كل مملكته لما شاف فيه حكمة ربنا. هيرودوت المؤرخ قال إن المجوس دول كانوا حكماء من المشرق، وإنهم كانوا تابعين لديانة زرادشت. كانوا بيلبسوا لبس خاص بيهم، كانوا بيسكنوا بعيد عن الناس، وهم كانوا قبيلة من الكهنة في مملكة فارس. ومن الحاجات الجميلة إنه ما كانش مسموح لحد إنه يبقى ملك فارس إلا إذا كان مجوسي، ومفيش ذبيحة تتقدم في بلاد فارس بدون وجود واحد من المجوس. معلمهم زرادشت كان قال لهم إن في بكر هتحبل بطفل، والطفل ده هيكون ملك لليهود ولكل العالم. ولما يتولد الطفل هيظهر نجم في السماء هينور في النهار، وإن المجوس هم أول ناس هتشوفه. ووصاهم إن هم يستنوا ظهور النجم، ولما يظهر يروحوا ويسجدوا للطفل المولود ويقدموا له هدايا. علشان كده جم يدوروا عن الطفل المولود. يا ترى إيه هي أسمائهم وعددهم؟ تعالوا بينا نعرف أسماء وعدد المجوس. بعض المصادر القديمة بتأكد إن المجوس كانوا 3، وكانت أسمائهم: الأولاني قسبار، وده كان شاب، وهو من نسل سام ابن نوح، وهو اللي قدم اللبان اللي كان بيرمز لكهنوت المسيح. أما التاني فكان اسمه بلشسر، وده كان متوسط العمر وقصير وأسمر اللون، وهو من نسل حام ابن نوح، وهو اللي قدم المر اللي كان بيرمز لآلام المسيح. أما التالت بقى فكان اسمه ملكيور، وده كان عجوز ولحيته طويلة، وهو من نسل يافس ابن نوح، وهو اللي قدم الذهب اللي كان بيرمز لملك المسيح. من الحاجات الغريبة أثناء رحلة المجوس إن هم كان معاهم عدد كبير جدا من الخدم، ودخلوا أورشليم بموكب كبير جدا، لدرجة إن أورشليم كلها قعدت تسأل هو في إيه الموكب الكبير ده، مع إن مفيش مناسبة لا دينية ولا غير دينية. وكمان كانوا بيسألوا سؤال خطير جدا، وده اللي خلى الملك هيرودس يقلق جدا جدا جدا: فين المولود ملك اليهود؟ فهيرودس قال: هو في ملك غيري أنا؟ المفسرين بيقولوا لنا إن المجوس جم أورشليم بعد ما افتكروا نبوات دانيال النبي أثناء السبي، اللي اتكلم فيها عن موعد ظهور المسيح الرئيس في نبوة 70 أسبوع في سفر دانيال إصحاح 9 24-27. كمان هم عرفوا كتير من النبوات من اليهود اللي كانوا بيقولوها أثناء ما كانوا في السبي في بابل، وورثوها عن أجدادهم. سؤال مهم دلوقتي: اشمعنى المجوس هم اللي ظهر لهم النجم مش لحد تاني؟ الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ولأن المجوس دول ناس مشهورين بالفلك وبدراسة النجوم وحركاتها، فربنا حب يكلمهم بالطريقة اللي هم يفهموها علشان يجيبهم للإيمان. وفعلا ده اللي حصل، ظهر لهم النجم وقادهم للبيت اللي كان فيه الصبي يسوع. وعلشان كده لما
دخلوا وسجدوا للطفل المولود، ربنا حب يكافئهم على تعبهم، فأوحى ليهم عن طريق حلم بأنهم ما يرجعوش أورشليم تاني لهيرودس، لكن يرجعوا بلدهم من طريق تاني. وفعلا ده اللي حصل. طب يا ترى إيه اللي نتعلمه من المجوس؟ في فضائل كتير للمجوس ممكن نتعلمها منهم. أولهم الجدية والنشاط. المجوس اتحملوا عناء رحلة شاقة وكانت طويلة، في برد وحر وبيات في الصحراء وقلة أكل وقلة مية، لكن كل ده ما منعهمش إن هم يروحوا يشوفوا الطفل اللي اتكلمت عنه النبوات، ويمكن ده خد منهم حوالي 2 سنين. كمان كان عندهم اتضاع وبساطة، لأنهم لما دخلوا أورشليم اختفى النجم اللي كان بيقودهم، لكن لما خرجوا وهم رايحين قرية بيت لحم لقوا النجم ظهر تاني، ففرحوا جدا جدا جدا، يمكن قعدوا يسقفوا ساعتها. وفعلا راحوا البيت وشافوا الصبي مع مريم أمه وسجدوا ليه. كلنا عارفين إن المجوس قدموا هدايا للطفل المولود، ذهب ولبان ومر، وده بيعلمنا فضيلة العطاء والسخاء. كمان كان عندهم طاعة، لأن لما الملاك ظهر لهم وأوحى ليهم إن هم ما يرجعوش لهيرودس، فعلا رجعوا من طريق تانية لبلدهم. كمان كان عندهم تسليم، لأن هم لما عرفوا من هيرودس إن المسيح الملك هيتولد في بيت لحم، مشيوا ورا النجم لحد ما وصلوا مكان ولادة الصبي. كمان من أجمل الحاجات اللي نتعلمها منهم هي الكرازة والبشارة، لأنهم بعد سجودهم للطفل المولود رجعوا لبلدهم وقعدوا يحكوا للناس عن الملك المولود مخلص العالم. في قصة ميلاد المسيح نلاقي اليهود المنتظرين ورعاه الساهرين والمجوس المترقبين. وكل سنة وانتم طيبين.